تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، معكم فيها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما تضمنته من أنباء. تقييم الأنشطة التنموية المشجعة في الإقليم الجنوبي، اكتشاف نوع جديد من الظباء، مدرسة أسمر الفنية تخرج 194 طالبا، ترامب يعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الصين، هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية للجيش الفلبيني، وروسيا تتفق مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك. وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أعلن في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 28 من يونيو الجاري في مدينة مندفرة عن تسيير أنشطة مشجعة في مجالي التنمية والاقتصاد الاجتماعي بالإقليم الجنوبي. وقدم في اللقاء تقرير فيما يتعلق بالأنشطة المنفذة والتي لم تنفذ على مستوى الإقليم والمديرية خلال ال6 أشهر الماضية، وتم التباحث على البرامج الموضوعة للتنفيذ في الأشهر القادمة. وذكر تقرير قسم الزراعة والأراضي عن هطول أمطار غزيرة في موسم الربيع بكافة أرجاء الإقليم ابتداء من منتصف شهر إبريل وحتى شهر مايو الماضي، ولذلك تم زراعة حوالي 43 ألف هكتار توجد في أوضاع جيدة. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة إنتاج العسل ب57% بفضل إيلاء الاهتمام الأكبر لتربية النحل، وعلى عكس ذلك لم تأتي إنتاج اللحوم والألبان أكلها كما يجب نتيجة لقلة العلف الحيواني. كما أفاد التقرير عن بناء 7 حفائر بقيمة 4 ملايين نقفة في 5 مديريات بالإقليم، ويجري العمل بالتعاون بين إدارة الإقليم وقسم الثروة المائية والمواطنين لتنفيذ مشاريع مياه شرب صالحة في 9 قرى. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبر كروستوس، ذكر فيها بأن إجراء تقييم معمق للبرامج المسيرة في الأشهر الماضية يخلق دافعا قويا لإنجاح البرامج الموضوعة للتنفيذ خلال الأشهر القادمة، داعيا منح اهتمام جاد لقضايا الشعب والأراضي وجمع ضريبة الحكومة، بالإضافة إلى ضمان الإصحاح البيئي. أكدت مصلحة الغابات والحياة البرية في التصريح الصحفي الذي أدلت به لوسائل الإعلام المحلية عن اكتشاف نوع إريتري من الظباء للمرة الثانية. وفي التوضيح الذي أدلى به مسؤول فرع الحماية والتنمية في المصلحة السيد فوتسوم حاغوس يوم 29، أشار إلى أنه تم اكتشاف ظبي إريتري لأول مرة في العهد الإيطالي، إلا أنه نتيجة لسياسات الأنظمة الاستعمارية والصراعات المتعاقبة لم تتوفر أي معلومات بخصوصها، إلا أنه في شهر مايو الماضي شوهد للمرة الثانية في منطقة أدرات بمديرية دقة بإقليم القاش بركة. وأشار المسؤول بأن الظبي الذي أجريت الدراسات بشأنه للشهر له علامة سوداء في جزء من بطنه، وبإمكانه العيش دون ماء لعام كامل. وذكر السيد فوتسوم بأن الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة صنف الظباء الإريترية من الحيوانات البرية التي واجهت خطر الانقراض على المستوى العالمي. وبعد الاستقلال بدأت الحيوانات البرية في إريتريا تتكاثر، وتظهر أنواع جديدة منها نتيجة الاهتمام الحكومي بالبيئة، ويمكن العثور على أنواع أخرى إذا أجريت الدراسات الموسعة. وأوضح أن العثور مرة أخرى على هذا الظبي هو نتاج الوعي الشعبي المتنامي للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه تأكد عام 2016 وجود سلحفاة المياه العذبة التي تعيش فقط في إريتريا، والتي استكشفت من قبل عام 1835.
خرجت مدرسة أسمر الفنية اليوم 30 من يونيو 194 طالبا بينهم 67 طالبة تلقوا التعليم المهني لفترة عامين في 9 مجالات مهنية. وقد تخرج 27 من الطلاب بالميكانيكا الزراعية و22 بالبناء و25 بالمسودة و29 بالكهرباء و28 بالإلكترونيات و11 بأعمال الحدادة و13 بالخراطة و14 بالنجارة. وناشد مدير المدرسة الأستاذ مؤز هبت ميكائيل الخريجين لبذل جهود حثيثة من أجل تعزيز مستواهم المعرفي وعدم التباهي بالمستوى المحقق حتى الآن. من جانبه قال السيد تسفاي سيوم المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني والتأهيل بوزارة التعليم إن المعرفة التي اكتسبها الخريجون حتى الآن بدائية فقط، مناشدا إياهم لتطوير ذاتهم عبر بذل مزيد من الجهد والعمل وإعداد أنفسهم للتعليم العالي. من جانبهم أكد ممثلو الخريجين للعمل المضاعف لكونهم يتخرجون في عهد السلام المبشر هذا. وتخرج مدرسة أسمر الفنية التي تأسست عام 1954 في 4 مجالات مهنية، وتخرج هذا العام للمرة 59. نظمت السفارة الإريترية في كينيا حفل استقبال للدبلوماسيين بمناسبة الذكرى 28 لاستقلال البلاد. وقدم سفير إريتريا في كينيا سيد باينيرو سوم في الحفل الذي حضره المسؤولون الكينيون وعدد كبير من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، قدم الشكر للحضور وأشار إلى التصدي والصمود الذي أبداه الشعب الإريتري لمواجهة التحديات والمؤامرات لأكثر من 50 عاما والتضحيات التي قدمها. وقال إن عهد السلام والصداقة الجديد مع إثيوبيا والمرحلة الجديدة المبشرة في المنطقة نتاج ذلك. وأوضح بأن دول إريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجيبوتي وجنوب السودان والسودان قد دخلت في تعاون وتشاور دبلوماسي لحل المصاعب، وهذا الجهد الهادف إلى بناء سلام واستقرار في القرن الأفريقي يحتاج لدعم المجتمع الدولي. من جانبه أشار ممثل الحكومة الكينية سكرتير إدارة وزارة الخارجية الكينية السيد أبابو نمبوابا لزيارة الرئيس السياسي أفورقي لكينيا وزيارة الرئيس أوهورو كينياتا لإريتريا، مؤكدا على العلاقات الإريترية الكينية الجيدة. وقال إن اتفاق السلام الموقع بين إريتريا وإثيوبيا مهم لسلام وتنمية المنطقة ويمثل قوة أيضا لمنظمة الإيجاد. وكانت الجالية الإريترية في كينيا قد احتفلت بعيد الاستقلال في 24 من مايو. تم في الفترة من 26 وحتى 28 من يونيو في مركز سوا المهني تنظيم أسبوع ثقافي ورياضي، واشتمل الأسبوع على منافسات عرض الأزياء وفن الرسم وإتقان القدرات المهنية وفن المناظرة والأشعار والروايات والدراما وغيرها من الأنشطة الثقافية. وأوضح مدير المركز الأستاذ تسفاي تولده بأن الثقافة والتراث هما جزء لا يتجزأ من الحياة المعيشية، وأما المهن فهي خارطة طريق حياتنا ولا يمكن الفصل بينهما. وقد نظم الأسبوع آخذا في الاعتبار هذه الأهمية. من جانبه قال قائد مركز التدريب للخدمة الوطنية بساوى العقيد دبساي جدي إن معظم الأنشطة الثقافية المنتظمة في معسكر سوا تجري عبر طلاب المركز المهني للتأهيل، مناشدا إياهم لبذل مزيد من الجهد من أجل مواصلة الخبرات والقدرات المكتسبة والإبداع المهني بمستوى عال وتوريثه للدفعات القادمة. وذكر المشاركون ضمن الآراء التي أدلوا بها والنظر إلى سوا كمدينة للشباب والمعرفة بأنهم يعملون بجدية لتأمين حياتهم المستقبلية مستفيدين من الفرص المتاحة لهم. وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين بمستوى الأشخاص والفرق. عقد مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي سمينارا يوم 27 من يونيو مع الشركاء حول الأمراض المحتاجة للاهتمام الخاص. وأوضح السمينار الذي شارك فيه أكثر من 40 من ممثلي الاتحادات الوطنية ومكاتب الوزارات وأعضاء الإدارة الأمراض التي بإمكانها الظهور على شكل وباء والأنشطة التي يتوجب على المجتمع والمؤسسات الصحية والإدارات القيام بها لمكافحتها. وقال مدير مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانييل محرت أب إن الجهود التي يقوم بها المكتب بالتعاون مع المجتمع والشركاء لمكافحة الأمراض وإنجاح برامج التطعيم تحقق نتائج مرضية، وتجري أنشطة التوعية اللازمة لمكافحة الأمراض التي يمكن درءها بالنظافة الجسدية والبيئية مثل التهابات الرئة وأمراض العيون والملاريا والكرفس.
وهاب المواطنون للقيام بأنشطة النظافة البيئية ودفن أماكن توالد الباعوض مع بدء موسم الأمطار للسيطرة على الملاريا والكرفس الذي ينقله الباعوض، وحث لمحاربة الكلاب الضالة والقيام بالمتابعة الصحية للحيوانات المنزلية للحد من الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم. اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المفاوضات التجارية لتخفيف حدة الخلاف الاقتصادي الممتد بينهما والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. جاء الاتفاق بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان. وعلق ترامب على المحادثات بأنها كانت ممتازة، وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بفرض رسوم جمركية بقيمة 300 مليار دولار إضافية على الواردات الصينية. لكن بعد الاجتماع مع نظيره الصيني في أوساكا تراجع ترامب وأكد عدم تطبيق الرسوم الإضافية، مشيرا إلى استمرار التفاوض مع بكين في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بأزمة شركة هواوي الصينية والتي حظرتها أمريكا بسبب ما وصفته بمخاوف أمنية، أكد ترامب على استعادة التعاون معها واستمرار الشركات الأمريكية في بيع التكنولوجيا لها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 9 و9 أشهر، فيما تتعرض أسعار النفط لضغط من جديد بسبب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وتابع بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة المجموعة العشرين أن الاتفاق الذي ينتهي العمل به الأحد سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها. وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك زائد يومي الأول والثاني من يوليو لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ولا تشارك الولايات المتحدة في الاتفاق. ويعني التمديد لمدة 9 أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 من مارس عام 2020، كما أن موافقة روسيا تعني أن اجتماع أوبك زائد قد يكون سلسا إذا أقرت إيران أيضا هذا الإجراء. أدى الضباب الكثيف إلى تأجيل وإلغاء رحلات جوية في مطار سيدني، أكثر المطارات الدولية ازدحاما في أستراليا. وقال متحدث باسم مطار سيدني إنه جرى إلغاء 10 رحلات داخلية وتأجيل رحلات دولية. وقال المتحدث إنه على الرغم من انقشاع الضباب بحلول الظهر، استمر تأخر الرحلات الدولية والمحلية لفترة تصل إلى ساعة، وتم حث المسافرين على مراجعة أوقات المغادرة مع شركات الطيران. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا المساء. تحية لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.